السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، السادة رؤساء الجامعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الحكومية، السيدة والسادة رجال السلطة، السيدات والسادة ممثلي المصالح اللامركزية، حضرات السيدات والسادة، نلتقي اليوم في هذا الاجتماع التنسيقي الذي يندرج في إطار التواصل مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين من أجل تتبع الوضعية العامة للتمويل والأسعار والإجراءات اللازم اتخاذها تحضيرا لشهر رمضان المبارك، وكذا من أجل العمل على تعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية ووضع الآليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستويين الإقليمي والمحلي، وذلك لغاية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية وضمان الرصد اليومي لوضعية التمويل العادي للأسواق. فمن خلال تقييم المعطيات والتوقعات التي فرضها المصالح المركزية المعنية بالتموين والأسعار، وكذا الرصد الذي قامت به اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية للمراقبة، يتبين أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة تتميز بعرض وافر ومتنوع يستجيب لحاجيات وطلب المواطنين من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان الكريم. كما تبين أن أسعار المواد الأساسية تعرف على العموم استقرارا في أسعارها مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، كما سجلت أسعار بعض المواد انخفاضا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة. وبخصوص أسعار بعض الخضر والفواكه فإن أسعارها تبقى ظرفية ترتبط بالحالة الجوية التي تعرفها بلادنا هذه السنة. حضرات السيدات والسادة، على الرغم من هذه المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، يجب التأكيد على تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية على المستوى الإقليمي والمحلي قبل وخلال شهر رمضان بإشراك كافة المصالح الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل تعبئة كافة السلطات والمصالح واللجان الإقليمية والمحلية المعنية بتتبع وضعية الأسواق والمراقبة وبرمجة تدخلاتها لرصد الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ومستوى الأسعار بالنجاعة والسرعة المطلوبة وتقييم أشغال هذه اللجان. وفي هذا الصدد يتعين العمل على ضمان حضور ميداني ومنتظم بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع، والتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، والحرص على أن تندرج عمليات التتبع والمراقبة في سياق التنسيق المتواصل بين كافة المصالح المعنية. بالموازاة مع ذلك وارتباطا بعمليات المراقبة فيما يخص التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون 1577 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، يتعين مواصلة عمليات المراقبة الصارمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من توزيع واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة. حضرات السيدات والسادة، أهيب بكم مرة أخرى إلى ضرورة مواصلة الجهودات المبذولة من قبل مصالحكم المختصة في هذا الإطار لتعزيز التواصل مع جميع الفرقاء كالغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات المستهلكين للانخراط في الإجراءات الاستباقية لضمان التمويل الكافي للأسواق ولحماية المستهلك وتوعيته بالضوابط القانونية المرتبطة بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة. وفي هذا الصدد وكما جرت العادة بهذه المناسبة
فإن المصالح المعنية بالتمويل والمراقبة مدعوة لوضع خلية المداولة على غرار الخلية الإقليمية التي ستحدث على مستوى قسم الشؤون الاختصاصي والتنسيق بالكتابة العامة لهذه الولاية، قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعالية المجتمع المدني بشأن التمويل والجودة والإتمام، وذلك بتفعيل أرقام للاتصال المباشرة التي يجب أن توضع لها إشارة عموم المواطنين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة رؤساء المصالح المركزة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، وكذلك السادة رجال السلطة، وكذلك السادة رؤساء الجماعات. دونك حنا السيد الوالي بالتدخل ديالنا في هذا الشهر الأبرك ديال شهر رمضان، حنا وجدنا واحد العرض اللي غادي نقدموا فيه يعني نبذة على التدخلات ديالنا اللي كتكون في هذه المناسبة ديال هذا الشهر الكريم. دونك عندنا السيد الوالي واحد العرض اللي غادي نقدموا دابا من سيادتكم. السلام عليكم. دونك بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف المكتب في هذا الشهر المبارك، فغادي غير نذكر بالمهام ديال المكتب اللي كتدخل في واحد الإطار القانوني ديال القانون اللي هو 0825، يعني كنمشيو تطبيق سياسات الحكومة في مجال السلامة الصحية، وكذلك على امتداد السلسلة الغذائية بدءا من المادة الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، وكذلك مراقبة المنتجات النباتية والحيوانية ذات الأصل النباتي وذات الأصل الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري سواء في السوق الداخلي أو عند الاستيراد أو التصدير. وفي الأخير فهناك تسليم برخص واعتمادات صحية حسب نوع الوحدة التي تنتج، تصنع، تعالج، تناول، تنقل أو تخزن أو تباع فيها المنتجات الغذائية. يعني بالنسبة لهذه المراقبة ديال المنتجات الغذائية كتكون مراقبة على طول السنة بما فيها العطل والأعياد، اللي كتشمل مراقبة المجازر وأسواق بيع السمك وأسواق الجملة، وكذلك المراقبة بنقط العبور عند الاستيراد والتصدير. وكاين هناك أيضا مراقبة حسب برنامج مسبق لمراقبة المنتجات الغذائية خلال السنة، وهذه المراقبة تكون في وحدات الإنتاج والتحويل والمعالجة والتخزين والنقل والتوزيع والمطاعم، وكذلك هناك مراقبة لنقط بيع المنتجات الغذائية. وفي الأخير فينا مراقبة ظرفية وموسمية تنكتب فيها الخرجات الدورية للمراقبة كموسم الصيف، موسم شهر رمضان، كذلك بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك ملي تيكون عندنا شي إنذار وطني أو دولي حول تسويق منتوج خطير أو مشكوك في جودته، وهذا كله كيدخل في إطار ضمان السلامة وجودة المنتجات الغذائية من أجل حماية المستهلك. فبالنسبة لهذه المراقبة المكثفة، بالنسبة للوسائل كتكون دائما عندنا واحد المذكرة اللي كتجي من المصالح المركزية ديال المكتب اللي كتحثنا على تكثيف الحملات المراقبة، وكذلك بنقاط العبور، نقاط البيع، وذلك قبل وقيلة شهر رمضان الأبرك، حتى نتمكن من حجز المنتجات المشكوك فيها والغير صالحة للاستهلاك، وكذلك سنقوم بعمليات ديال تحسيس المستهلك والمهنيين وتحرير المخاطر ضد المخالفين. بالنسبة للمواد المستهدفة يعني هي المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الأبرك، وخاصة منها المواد السريعة التلف، وكتكون هذه المراقبة عبر لجان مختلطة محلية تشمل القطاعات المعنية، وكذلك عبر مصالح المراقبة التابعة للمكتب داخل التراب الوطني وعبر نقاط العبور. فهذه المراقبة المكثفة هو أحد الإجراءات التي يحرص المكتب على تفعيلها خلال شهر رمضان من كل سنة، حيث تقوم المراقبة الإقليمية
بتكثيف عمليات المراقبة، وذلك ببرمجة زيارات صحية ومنتظمة للمؤسسات المرخص لها، ولا سيما المطاحن الصناعية للحبوب، مستودعات تخزين وتوزيع المواد الغذائية، محطات تلفيف الحوامض، وحدات إنتاج زيت الزيتون البكر، وكذلك مراقبة المنتجات المعروضة للبيع كالخضر والفواكه، ومراقبة المنتجات المعروضة للبيع في المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة. وهذه المراقبة فهي تستهدف التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات للشروط والمعايير الجاري بها العمل طبقا للمصادر المعمول بها من طرف المكتب، مع أخذ العينات من هذه المنتجات وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للكشف عن مطابقتها للنصوص القانونية. رمضان المنصرم 2025 يعني كان واحد الرؤيه ديال المراقبه ديال 48. هذا بالنسبه للمصالح البيطريه 233. عدد العينات المأخوذه 17. تحرات 5 المحاضر. قمنا بحجز وإتلاف 835 كيلوغرام من المواد الغذائيه غير الصالحه للاستهلاك. وكذلك شملت هذه العمليات تحسيس المنتجين بطرق وتخزين المواد الغذائيه وعنواناتها وشروط عرضها ونظافتها. بالنسبه للتدخل ديال المصالح ديال مراقبه المواد النباتيه، قاموا بواحد 45 خرجه منها 31 في اطار لجان مختلطه. عدد الزيارات 298. اتخذت واحد 49 عينه. عدد المحاضر المحالة عن نيابة العامة 3. والكمية المحجوزة حوالي طن و507 ديال الكيلوغرام. شهر رمضان المقبل إن شاء الله بالنسبة لاستهلاك اللحوم، كمية اللحوم المراقبة هذا بالنسبة للسنة الفارطة واللي غتكون إن شاء الله بحال هذه السنة. يعني كنستشرفوا أنه غادي يكون ديال عدد لحوم الأبقار واحد ما يناهز 290 طن، لحوم الأغنام 71 طن، لحوم الماعز 26 طن. يعني غتكون واحد الزيادة ديال 17% ديال استهلاك اللحوم مقارنة مع نفس الشهر الأوراق المنصرم. بالنسبة للتوقعات، هنا كانت كما كتعرفوا السنة الفارطة يعني البادرة ديالنا حلات باب المستوردين، وذلك قصد يعني في العملية الموازنة في السوق باش يكون عندنا العرض يعني ديال هذه اللحوم الحمراء يكون تيشمل جميع الأسواق. فكانت كمية اللحوم المستوردة حوالي 12 طن، وكذلك عدد الأبقار اللي تستوردات العام الفايت واللي هي مازال غادي نستعملوها حتى في هذا العام إن شاء الله بلغات حوالي 1200 راس. هنا بالنسبة لوحدات ديال تربية الدواجن اللي كنقوموا الحليب ومشتقاته، وكذلك فعلى صعيد الإقليم تنقوموا بواحد العملية ديال قصدها باش نشوفوا المطابقة ديال هذه المعايير المعمول بها. بالنسبة للأسماك تتم عملية المراقبة بصفة مستمرة ومنتظمة على مستوى سوق السمك بالجملة، حيث البحرية المراقبة خلال شهر رمضان المنصرم حوالي 219 طن. بالنسبة للعملية ديال زيت الزيتون البكر فهذه السنة يعني إلى حدود الساعة لا زالت وحدات إنتاج زيت الزيتون تعريف نشاط مستمر، يعني مازال خدامة في العملية ديال استخراج زيت الزيتون، واللي غتقدر تمشي حتى لأواخر شهر جوج وحتى البداية ديال شهر 3، لأن مع التصاقطات المطرية المستمرة ولله الحمد يعني ارتفعت كذلك مردودية القنطار الواحد حوالي 21 لتر حتى 22 لتر كمعدل بإقليم نيلان، الشيء الذي ساهم في تراجع أسعار زيت الزيتون لتستقر حوالي 45 لتر هذه في التقسيط بالنسبة لزيت الزيتون البكر المنتجة في الوحدات المرخصة. وهذا الثمن غادي يقدر ينخفض مع الوفرة ديال المنتوج إن شاء الله في الأيام القادمة. بخصوص مراقبة المواد الغذائية، يعني تكتيب عملية ولا عمل اللجان المحلية المختلطة للسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وصحته وسلامته، وكذلك تتبع عملية تمويل الأسواق ونقاط البيع بمختلف المواد الغذائية. كذلك تكتيب جولات تحسيسية حول ضرورة احترام شروط بيع المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني وتحضير وعرض اللحوم، وكذلك احترام ظروف التخزين بالنسبة للمواد التي تتطلب الحفاظ على التبريد كالحليب ومشتقاته. وفي الأخير
دعوة مستغلي مؤسسات غير مرخصة والتي يستلزم نشاطها الحصول على ترخيص صحي اللازم إلى تسوية وضعيتها الإدارية والقانونية. وشكرا على السيد. السيد الكاتب العام، السادة الحضور، جميع المسؤولين كلهم بصفتي. عندنا واحد العرض في مفتاح اس بي، ولكن غادي نعرضو شفويا في النظر ديالك في الوقت. إذا فيما يخص حالة تموين من حيث الحبوب والقطامي، نحيطكم علما سيد الوالي أن حالة التموين هي عادية ومنتظمة مثل السنة الفارطة لاتخاذ خطوات استباقية اتخذتها الحكومة. أولها تعليق استيفاء الرسوم الجمركية من القطامي، الحمص والعدس. ثانيا منح ما يسمى منحة جزافية للمخزنين اللي كنسميهم دي زورغانيزم ستوكر. هادو مخزنين وفي نفس الوقت مستوردين اختصاصيون في استيراد القمح اللين والقمح الصلب، فقد أعفيوا تعطاتهم واحد المنحة جزافية بريم دو ماغازيناج. ثالث خطوة استباقية درنا وهو هاد المستوردين أو المخزنين فاش كيشوفوا السيد الوالي انخفاض الثمن في السوق الدولي ديال القمح اللين وديال القمح الصلب، طالبونا بما يسمى واحد المنحة جزافية أخرى لتكوين ما يسمى مخزون استراتيجي للبلاد. وقد كان الجواب إيجابي، درنا لهم واحد منحة جزافية أخرى لتكوين مخزون استراتيجي في حدود 10 ملايين قنطار. فيما يخص التغطية بالشهور، القمح اللين 3 أشهر، القمح الصلب 4 أشهر. فيما يخص مشتقات القمح اللين، وأولها الدقيق الممتاز بجميع أنواعه من 3 أشهر إلى 4 أشهر، الفينو 3 أشهر إلى 4 أشهر، السميد الغليظ والسميد الرقيق 3 أشهر إلى 4 أشهر. وأهم شيء في مشتقات القمح اللين وهو الدقيق الوطني المدعم. نذكركم سيد الوالي أن حصة إقليم بني ملال من الدقيق الوطني المدعم لم تتغير، ظلت ثابتة 5490 قنطار موزعة على 23 جماعة بشراكة مع مطاحن صناعية، وبشراكة أيضا مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وبشراكة أيضا مع تجار الجملة والتقسيط. فيما يخص الدقيق الوطني المدعم ومشتقات القمح اللين. فيما يخص مشتقات القمح الصلب والتي نعلم أن الطلب عليها كيتزاد من طرف المستهلك، فنحيطكم علما السيد الوالي أن ما غيكون حتى شي خصاص ولله الحمد في مشتقات القمح الصلب، وهي الفينو وهي السماد الرقيق والسماد الغليظ، نظرا للوفرة ووفرة المخزون عند المطاحن الصناعية، ووفرة المخزون أيضا عند تجار الجملة والتقسيط. هذا فيما يخص الحبوب. إذن فيما يخص القطاني، سوق القطاني هو سوق حر يخضع للعرض والطلب. اشنو اللي مطمنا ان ما غيكون حتى شي خلل في حاله التموين؟ هي نسبه التغطيه. الحمص لدينا 25 شهر من التغطيه، العدس 12 شهر من التغطيه، والارز 14 شهر من التغطيه. يعني ولله الحمد هناك وفره بسبب الخطوة الاستباقية التي ذكرتها سالفا، وهي إعفاء هاد الناس هادو من الرسوم الجمركية. حاليا حنايا دابا كمصلحة جهوية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حنا ما عندنا حتى شي مشكل الحمد لله، كاينه الوفرة. غير مؤخرا ولينا كنتواصلوا بشكايات من عند المستوردين في الجهة اللي هما تجار، ولا تا هاد الثمن اللي منخفض ولا كيسبب لهم بحال واحد الاشكال. قال لك حنايا ما رابحينش،
انا مثلا مستورد كنشري من عند كندا العدس بواحد الثمن، الصديق ديالي المستورد ديك العشيه كيشري من نفس الشركه في كندا بواحد الثمن طيح اكثر منه، والشركه كتشحن لهم المنتوج في نفس النهار. دونك هذاك الاول كيجي كيبيع بثمن منخفض، الاخر كيضيع. تلقينا بزاف ديال الشكايات من عند هاد المستوردين. هذا فيما يخص القطاني. وكخلاصه لهذا التقرير يمكننا السيد الوالي استنباط 3 خلاصات مهمه. اول حاجه هي وفره المدخرات الاوليه من القمح اللين ومن القمح الصلب ومن مشتقات القمح اللين ومن مشتقات القمح الصلب ومن القطاني عند المطاحن الصناعيه، عند تجار الجمله والتقسيط كاين الوفره. ثاني خلاصه هو التزام المستوردين باستيراد دوك الكميات المصرحه. ما كاين حتى شي مستورد على الصعيد الوطني اللي يقدر يدخل حبه واحده ديال القمح اللين ولا القمح الصلب بدون ترخيص من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. فاش كيجيو عندنا وكيديروا لنا التصريح الاولي كيحطوا وديعه بنكيه كوسيون بونكير، يعني هو ملزوم باش يجيب دوك الكميات باش نردوا ليه الوديعه ديالو. الا ما جابهمش راه كيديها المكتب الوطني. إذا نستنتج أن حالة تموين عادية منتظمة مثل السنة الفارطة. تبقى لنا في الخلاصة الثالثة هو تضافر الجهود من أجل محاربة الاحتكار والمضاربة، ونديروا شوية ديال الإشهار فيما يخص نمط الاستهلاك ديال الأسرة المغربية خلال شهر رمضان الأبرد. وشكرا سيد الوالي على حسن الاستماع. على هذا الخير هذا اللي طاح اليومات اللي واحد 3 ديال الاسابيع اللي الشتاء كنجي الحمد لله في بلادنا سميت. ولكن قبل كاع ما طيح الشتاء السيد الوالي بانه الثمنات ديال السلع على بعض السلع المواد الغذائيه بصفه عامه كاع كانوا سمعت على لسانكم السيد الوالي بانه كان انخفاض، وماشي انخفاض طفيف، انخفاض كبير. نعطيها امثله بحال الوقيته ديال العام اللي فات كان العدس تيتجاوز 16 درهم 16. حنا قبل كاع ما طيح الشتاء كان ب 7 دراهم، يعني انه الحمد لله الخير موجود. وكاع بالعكس لي زوزيان والمعامل وكذا تيطلبوا باغيين الطلب، يعني انه الحمد لله كاع المواد موجوده. غير كما جعلنا لسان السيد المدير ديال الحبوب نعطي واحد المثال اللي خصنا بحال هاد الحوايج اللي خصنا نهضروا لهم لبدا السيد الولي. فعلا الحكومه تاخذ جميع الاجراءات باش انه فيما يخص الحبوب. غير اذا بدينا الباب في شهر 10 11 كان واحد شويه ديال النقص ديال القمح، ولكن هذا ماشي ناتج على انه كاين نقص على هذه الجمعيات وكذا. دابا الحكومه دارت معهم جميع المتطلبات ديالهم حققتهم، وانما تيخصهم يكون عندهم واحد الستوك ديال 3 شهور. يمكن هذاك بحال هذوك الحوايج اللي خصنا نتبعوهم واش فعلا كاين هذا الستوك ديال 3 شهور كذا. ولكن اتضح من بعد فاش طاحت هذا الشتاء بحال هذا الفرش اللي قلت لكم كان قليل شويه كان ب 3 دراهم و40 3 دراهم و50 اللي هو ثمن عالم مقبول. اليوم وصلوا 3 دراهم 3 دراهم ونص، يعني انه عجبوا المعامل تحموا سميتو علاش باش انهم لحقاش تيلعبوا كيف ما قال على حساب الشتاء ولا كذا. بحال هاد الاوقات هذه اللي كاين الشتاء وكاين الثلوج اللي ما كاينش ماشي يقدر تيعجبوا يطحنوا على اساس باش تكون عندهم النخاله موجوده. يعني هذا الشيء اللي خصنا نتبعوا المصالح على اساس انهم باش يكون تكون واحد الاستقرار في سميتو. يعني ما فيما يخص الزيت تحت واحد 30%، العدس 50%، الحمص اللي كان قال بانه سميتو راه هذاك العام كان ب 27 و 26، اليوم تيتراوح ما بين 11 و 13 درهم. التمر حتى هي كاينه موجوده وجايه دابا التمر داخله التمر من برا اللي غادي تكون واحد 13 درهم حتى 14 درهم. يعني جميع المواد موجوده السيد الولي لا على صعيد الوطني.
الحمد لله الله يدخل علينا هذا سيدنا رمضان بالرحمه والعافيه وطول العمر. شكرا. ولي السيد رئيس مجلس رئيس الغرفه التجاريه والصناعه، بالنسبه للسيد الولي المواد الغذائيه فهي جد متوفره وبأثمنة مناسبه بالنسبه للمقارنه مع رمضان ديال عام الاول. عام الاول السيد الولي إلا لاحظنا العدس كان داير 16 درهم 17 درهم، اليوم العدس داير 7 دراهم ونص بالجمله. بالنسبه للحمص كان عام الاول داير 27 درهم، اليوم من 12 درهم على حساب الكاليبر، من 12 ل 14 درهم. بالنسبه للفول، الفول في الفويله اليوم حاليا 11 درهم. الفول الغليظ اللي هو ديال البلاد هو اللي غالي شويه، اللي داير 19 درهم. ولكن بالنسبه للستوك كاين، الا جيت كاين واحد لوستوك كبير، كاين عند التجار بالديتاي، كاين عند التجار بالجمله، وكاين عند المحلات التجاريه الكبار. كاين واحد الستوك كبير. عاد المستوردين اللي جابوا السلعه عندهم ستوك عندهم دابا الوفره، وهما تيعرضوا دابا الناس اللي تيستوردوا السلعه من برا هما تيعرضوا السلعه ديالهم باش يبيعوها اللي ما كانتش في السنوات الفارطه. فالحمد لله هاد التساقطات المطريه جعلات السوق ديالنا انه يكون بالنسبه للدقيق فهو موجود فيه لو ستوك اللي بغيتي، لان عندنا مطاحن كبيره اللي تطحن 1500 طن في النهار، والستوك موجود لا عند الديتاي لا عند لي غروسيست لا عند المحلات الكبار. اولا اعتذر عن هذا التاخير. غير فيما يخص تزويد بمادة غاز البوتان، وكما أشرنا إلى ذلك في الاجتماع السابق السيد الوالي، فالمديرية الجهوية للانتقال الطاقي كعادتها كل سنة وبتعاون مع مع المصالح المركزية، فقد طبعا حضرنا الاجتماع المخصص للتزويد على المستوى الوطني. كما يعرف الجميع هناك كل سنة قبل شهر شعبان كيكون واحد الاجتماع على مستوى الوزارة ويهم التزويد على المستوى الوطني. خلال هذا الاجتماع يتم تخصيص حصص مادة البوتان لكل مراكز التعبئة على المستوى الوطني. وهذه السنة الحمد لله وكباقي السنوات الفارطة فإن مراكز التعبئة الثلاثة على مستوى الجهة، على اعتبار أن الجهة ديالنا الحمد لله كتوفر على يعني من بين الجهات اللي كتوفر على عدد كبير من مراكز التعبئة، فالمراكز التعبئة ديالنا بثلاثة استطعنا على أننا يعني تكون عندنا الحصة أكثر من الحاجيات. فمثلا بالنسبة لإقليم بني ملال، على اعتبار أنه الإقليم بني ملال والجهات الأخرى أن الحاجيات ديالو يعني تقريبا هذه السنة في شهر شعبان مثلا ولا في شهر رمضان ستكون في حدود 4500 طن، بينما الاحتياطي ديالنا على مستوى مراكز التعبئة فهو يفوقها بكثير، بحيث أننا استطعنا نغطيو ما يقارب 120%، يعني أن الحاجيات مغطاة بنسبة 120%. الإشكال اللي مطروح لنا السيد الوالي وقد أشرنا إلى ذلك في السابق هو فيما يخص حالة الطرق، لأنه في التزويد دابا عندنا الغاز على مستوى مراكز التعبئة، قمنا بحملات تحسيسية على الموزعين حيث أننا استطعنا نوصلوا جميع الموزعين ديال الغاز هما مهيئون من الناحية اللوجستية، الشاحنات، المواد يعني الآليات التي يحتاجونها. فقط يبقى الإشكال هو حالة الطرق والتزويد المنتظم خلال شهر شعبان وخلال شهر رمضان. ولهذا خلقنا كما قلت لكم السيد الوالي في الاجتماع السابق ديك الخلية ديال التتبع ديال التزويد، واللي هذه السنة نظرا لحساسية هذه الظروف فشخصيا سأكون حاضرا في هذه الخلية مع رئيسة المصلحة، وراه غادي نعطيو الأرقام ديالنا للإخوان في الولاية باش نبقاو على اتصال مع رجال السلطة اللي كنشكروهم بهذه المناسبة على التعاون ديالهم الدائم
فيما يخص عمليه التزويد، باش في كل ما كان مشكل نحاولوا نتدخلوا بالامكانيات المحليه ديال الموزعين والسلطه المحليه، وربما الى احتاجنا حتى الشركات على مستوى الدار البيضاء، لانني درت معهم اجتماع عن بعد مع الشركات الموزعه على مستوى الجهه، وطبعا هم مجندون، هم مستعدون انهم يوصلوا هذا الغاز هذا الى مراكز الاستهلاك. وبطبيعه الحال بدون ما نذكر على انه قمنا بديك الحمله اللي كنديروا سنويا على مستوى مراكز التعبئه وعلى مستوى الموزعين، باش نشوفوا من غير الكميه الغاز الموجوده نشوفوا حتى شروط السلامه والشروط ديال الوقايه لتوزيع هذه الماده. وان شاء الله يعني بصفه عامه نعتقد ولنا اليقين على انه غادي يكون كما السنوات الفارطه بدون اشكال ان شاء الله. لم يتحدث عن الماده التي تستهلك بشكل كبير وماده الحليب، ثم اسقاطها من هذا العام. ثم ملاحظه ثانيه تتعلق باثمان اللحوم. لاحظنا في الجهه او في الاقليم نلاحظ اختلافات في اثمان اللحوم، واحد تيبيع ب 15، واحد تيبيع ب 18، واحد تيبيع 100 درهم. ما السبب في هذا الاختلاف؟ وما هي الضوابط التي يمكن ان تجعل يعني ثمن موحد لدى يعني الساكنه؟ بالنسبه للسمك غالبا هذه تجربه حياه، ماشي انا غادي نقولوا معطيات، تجربه حياه ان الاسماك يرتفع ثمنها في شهر رمضان بشكل كبير نظرا لارتفاع الطلب. ولا سجلنا في المعطى اللي تعطانا بان راه المنتوج ناقص هذا العام، بمعنى ان الاسماك ستكون يعني مرتفعه الثمن مهما يعني كان هذا سميتو العرض او مهما قال صاحب العرض. بطبيعه الحال الثمن القطاني وهذا غادي ينقص، لان مناحه جزافيه، وبالتالي كذلك إعفاءات جمركية فخصو ينقص وينقص أكثر من هذا. وخص تكون تضامن هاد الشركات وهاد المؤسسات وهاد الناس اللي تيربحوا طيلة السنوات وطيلة السنة في هذا الشهر المبارك يكون التضامن والناس تربح غير شوية. هذو هما ديال الدولة الاجتماعية. كذلك بالنسبه سميتو الدقيق المدعم، رغم التواجد ديالو ولكن راه نقص ضعيف. 5400 طن اعتقد للقنطار. الى بغينا نشوفوا هذا الدقيق شكون اللي تيمشي ليه؟ يمشي لصاحب الدخل المحدود، ذلك الانسان الفقير هو اللي تيمشي يدير الدعم من هذا الدقيق المدعم. ونسبتنا كم من هذه الساكنه هذه من هذ المواطنين؟ اعتقد نسبه عريضه، وبالتالي خاص يكون هذا الشيء متوفر بكثره حتى اننا نستطيعوا نوفروا للجميع كيفاش يعيش بسلام وطمأنينه في شهر رمضان المبارك. وشكرا. اما بخصوص الخضر والفواكه في مدينه العماد، نحيطكم علما على انها في فائض في المنتوج الفلاحي على الصعيد الوطني، ماشي على صعيد الجهوي، على الصعيد الوطني هناك فائض في المنتوج العراقي اللي عندنا حنا في مدينه بني ملال، اللي تجعل الاسعار تترتفع. هو ما عندناش مارشي بمعايير، عندنا مارشي ديال بني ملال كارثي تيهرب الناس اللي تيجيبوا السلعه. المشكل اللي عندنا هو هذا، ولا المنتوج كاين اللي يكون في علمكم على ان مارشي دوغرو ديال بني ملال تعتبر ثالث مارشي في المغرب من بعد كازا والدار البيضاء واكادير. بني ملال من 2009 ما عندهاش مارشي دوغرو، من 2009 ما عندهاش مارشي دوغرو، تتعاني التجار ديالها تعانيو في الوضعيه اللي تيمارسوا فيها النشاط التجاري ديالهم. ولا الوفره كاينه
حنا كتجار ديال الجمله تنستغربوا في الاثمنه اللي تنصيبوها عند المزاد التقسيط. البطاطس شهرين هذه تتراوح بين 2 دراهم حتى 3 دراهم عندنا في الجمله. تمشيو لعند الحوار تنصيبوها مطوله تريبل ولا دو فوا. البصل 6 دراهم حتى 7 دراهم كامله، والاخرى غير 3 دراهم لتحت ديال الورقه. ماطيشه 5 دراهم ولا 4 دراهم في الجمله. تمشيو عند مزاد التقسيط تنصيبوها مدوبله. اذا ما كايناش مراقبه وما كايناش هيكله في القطاع، وهذا الشيء ناتج عن المارشي الدولي اللي تجلس فيه المعايير كامله. حنا تنطالبوا ان الطابلو يدار عندنا في المارشي، الطابلو ديال التثمينه، طابلو يدار والسلطات تعاون معنا. الفلاحي مثلا عطوا واحد التدخل واحد النبذه على القطاع الفلاحي في هذه السنه هذه. اولا كنشكروا الله تعالى على هذا المن اللي عطانا ديال هذه التساقطات المطريه اللي نطلب الله تعالى باش تكون عندنا المزيد حسب الظروف. لهذا فبالنسبه للمياه عندنا الماء موجود بوفره. سد بين الويدان فوق 400 مليون، سد حنصلي كذلك، سد المسيره قريب 300 مليون. المهم بالنسبه للمياه ديال سد بين الويدان غتبقى عندنا، ما بقيش تمشي للمسيره، وغادي يكون عندنا موسم جيد هذا. وحتى الموسم اللي جاي من بعد ان شاء الله اذا كانت واحد التقنين واحد التوزيع ديال المياه باش نضمنوها هاد المواسم وكذا. واما فيما يتعلق بالنسبه للخضروات، فالخضار تتعلق غير بتساقطات المطر. الخضره موجوده ولكن فاش تكون تسطح ما تيسيروش كيفاش الناس يخدموها. لهذا قلت يخرج الصفه تبان بانه قليل. اما فاش تكون الشمس راه تتوجد الخضره. بالنسبه للزيتون، الزيتون راه قلت كل شويه تعلم على ان الزيتون العامره كاينه وفره بشكل كبير. الزيتون وصل دابا ل 700 800 لتر اللي كاينه، وباقي الزيتون يطيح الثمن ديالو في هذه الاسبوعين الجايه باش غتبدا الخدمه توجد الخدامه يخدموا غادي الدرجه تزيد تطيح. بالنسبه للحبوب اللي قال الاخوان فسيد الوالد تنستغرب انا القمح الصرف ديال الفلاحه راه ما تباعش. وهاد الناس اللي كيديروا المطاعم علاش ما كياخذوش هاد القمح ديال الفلاح؟ راسنا كوس رجعات القمح الفلاحه بواحد الشكل كبير. الاطنان عند الفلاحه كاين اللي عندنا 300 طون 200 طون ما تباعش. بعنا حنا ب 65 ريال الكيلو، وبعد كتجي للسوق عند المطاعم كتساوي واحد الثمن مرتاح. هاد القمح ديال البلاد علاش ما كياخذوش هاد اصحاب المطاعم؟ راه الا ما خدوش راه غادي العام الجاي سنه توصل داكشي قليل. العام الجاي ما غاديش الفلاحه يدوزوا يديروا هاد المكثرين وغادي تبقى. اذا فخص اصحاب المطاحين يلتجؤوا لهذا القمح ديال البلاد ويطحنوه باش يبقى يخليو الفلاح يستمتعوا معاهم يعملوا. والا راه القمح غادي ما يبقاش يتزرع. الا بقات هذا الثمن ديال القمح تيهزوا ديال برا وتيخليو ديال البلاد، راه غادي الناس ما تلحقوش وغادي يولي عندنا واحد النقص في الدوره الزراعيه اللي وقع عندنا في الكلى في هذا. فهذا القمح ديال البلاد خص الدوله تشوف فيه بعين الاعتبار انه راه خصو حتى هو يطلع، وراه فيه جوده عاليه. قمح من الاصناف الجيده هو الثمن رخص من القمح الطري. القمح الصلب ارخص من القمح الطري انفسه 65 ريال في السوق. وعاد تجي ديال اللي تاع المطاعم كنشوفوا الثمن كيزيد غالي بشكل كثير. السلام عليكم.